ولهذا معشر الإخوة الكرام، هاد الناس هادو من بعد الحرب العالمية الثانية خرجت المرأة للعمل، ملي خرجت للعمل بدات كتطالب بالحقوق ديالها. احنا ما عندنا مشكل مزيان، ولكن ملي بدات كتطالب بالحقوق ديالها واحد الساعة بدات ما بقاتش كتطالب بالحقوق ديال التصويت لا، ولات كتطالب بالمساواة، بمعنى انه انا والرجل بحال بحال في الحقوق، وهذا على ليميت يعني ماشي مشكل. ولكن هذا الشيء هذا جاب نتيجة بالنسبة للمرأة الأوروبية، وهذه النتيجة اللي جاب خلات يعني الناس ينتبهوا باللي هادشي سي بورتور، بحال اللي تيقولوا الفرنسيه تنكرينو، بحال شي واحد كان كيبيع ويشري وطاح على شي حاجه يعني فيها الفليسات وداك الشيء، ومشاو في هذا الاتجاه ديال الرجل والمراه بحال حتى بداو تيطالبوا بالحريه الجنسيه. قالت له فرون هذيك سيمون دو بوفوار، قالت العشيق ديالها جون بول سارتر، قالت له ما تبقاوش تقولوا له السكس فيبل، الجنس الضعيف، قولوا له دوزيام سكس. اذا حنا لو بروميير لو دوزيام سكس متساويين، وعمرهم ما غادي يكونوا متساويين عباد الله. بلا ما ندخل معكم في التفاصيل، هل حين يجتمع رجل وامرأة برضاهما على لذة لا تتجاوز بضع دقائق أو بضع ساعات أو بضعة أيام ويكون نتيجتها حمل، هل نحن متساويين؟ مرة يحمل الرجل، مرة كتحمل المرأة. هل نحن متساويين؟ مرة كيرضع الرجل، مرة كترضع المرأة. هل نحن متساويين؟ مرة كتنفس المرأة، مرة كينفس الرجل. هل نحن متساويين حتى ملي كيتخلى الرجل المرأة ما كتخلاش على ولادها؟ أي مساواة هذه؟ هذه مساواة ضد المرأة. هذه مساواة يعني تهضم المرأة في حقوقها، والنتيجة ديال هذا الشيء هو أنه المرأة صافي قالت لك اسيدي أنا ما باقيش نرجع للدار، باغيه نخدم باش يكون عندي الامكانيات ديالي. خرجت تخدم، قالوا لها مادام كتخدمي اذا النفقه ديال البيت ما بقاتش على الراجل، خصكم تقاسموها. هذا الشيء اللي كاين دابا في كندا، يعني الحساب فهمتي ولا، من النهار الاول هما تيقيدوا، انا شريت الفرماج، انت شريتي الخبز، انا شريت كوكاكولا، انت شريتي ما نعرف شنو الى اخره، وراه كلشي القياد فهمتي. وجدوا ريسكم لهذا الشيء، توجدوا ريسكم لهذا الشيء. انا غير كنبهكم، انا شرفت بون مراتي باقي ما شرفتش في عينيا، ولكن راه حتى هي كبرات، الله يكبرنا في طاعة الله. انا مراتي باقيه في عينيا بحال اللي خديتها النهار الاول. قال لي يا خويا خاصك تمشي عند طبيب العينين، كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ الله يجيبكم على خير. مشكل في خوها ماشي ليها. قال لك مشكل في خوها. لا ان شاء الله انا ما عندي حتى مشكل، انا راضي بالزوجه ديالي الحمد لله. وبالمناسبه هذه غير كانوا ملي كنا كنتعارفوا ونحاولوا نتفقوا باش نتزوجوا داك الشيء، قالت لي نشرط عليك ما تزوجش عليا. قلت لها هذا حق ديال الله عطاه ليا، انا ما عواش نتزوج عليك، ولكن ما تعرف الوقت ما نقدرش نحرم على نفسي شي حاجه احلها الله. لو كان بقينا انا وياه حتى دابا عاد تزوجنا وخرج هذا الشيء ما عمرنا غنتزوجوا. انا من الله ديك الساعه ما غنتطلق انا، لانه غادي تحرم من وحده من احسن النساء في العالم في تقديري انا فهمتي. ان لم تكن احسن النساء في العالم. بيني وبينكم هذه ديال القناعه ديالي وتنقولها لها فهمتي ولا. فخصكم تفهموني اش كنقول لكم. يعني لو كان دابا جاو قال لها العدول قولي واش تقابله باش الراجل ديالك يتزوج عليك؟ يعني هذا السبب الالهي اللي جا كيخطبك فهمتي ولا؟ تقول له لا، نقول له انا داك الشيء اللي قلت له، نقول له هذا حق ديال الله. مشى العرس، مشى الصداق، مشى الزواج، مشى عبد الاله في الموزيط. فخصكم يعني تستوعبوا اش تنقول لكم.